السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وافضل صحة وفي احسن حال يا رب العالمين. قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همنا وهمكم يزول يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات في الدنيا، وكل عام والامة الاسلامية بخير وصحة وخير وبركة وعافية يا رب. كل سنة والأمة الإسلامية بخير بحلول شهر رجب علينا المبارك يا رب، وربنا يعيد علينا بالخير والعافية يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين. فوق يا سعيد فوق. بمناسبة السنة الجديدة يا جماعة 2026، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع يا رب، مسيحي ومسلم وكل الأديان اللي في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى أخوات في الدنيا. بركتكم معايا كده والله العظيم. أنا يا جماعة، أنا دلوقتي يا جماعة ما بقدرش، يعني تعليقاتكم بالنسبة لي شيء مش قادرة استغنى عنه، يعني زي شيء مهم، زي أي شيء بالنسبة لك مهم، زي مثلا الأكل الشرب الحياة. والله العظيم تعليقاتكم دي بقت بالنسبة لي حاجة كبيرة. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. همتكم معايا يا جماعة في القناة دي، بالله عليكم نفسي تتفعل والله العظيم. همتكم معايا تسمعوا له الفيديو للآخر، واللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا يا أغلى وأحلى ناس في الدنيا. والله العظيم ما بتكلم، يعني مش مجاملة وحياة ربنا ويشهد على كلام ربنا، مش مجاملة والله. يعني انا قعدت شوية ما اعملش فيديوهات، قعدت حوالي 3 شهور او 3 وشوية كمان. بصوا كنت حاسة ان انا عندي حاجة غايبة كده عني، حاجة غايبة عني، مش قادرة استغنى عنكم. فهمتكم معايا بالله عليكم، بالله عليكم، وحياة الايام المفترجة اللي احنا داخلين فيها، همتكم معايا تسمعوا لي الفيديوهات للاخر وتحطوا لي اللايك يا احلى اخوات في الدنيا، وتبعتوا لي الكومنتات اللي زيكم كده. يعني الست الشاطرة او الاخ الفضيل اللي هيشوف الفيديو بتاعي يسمعوا للاخر. مش هتسمعوا للاخر، سيب التليفون كده في حتة لحد الفيديو ما يخلص بالله عليك، فضلا وليس امرا. فخليكم معايا للاخر كده، وربنا معانا ومعاكم باذن الله. وعايزه اقول لكم يا جماعه، انا في الفيديو ده كنت بعمل شويه محشي كده على قد الحال، يعني بأقل إمكانيات، أقل إمكانيات والله العظيم. يعني ما عندكيش توابل المحشي، حطي أي توابل عندك. ما عندكيش توابل حط خالص، حطي ملح وشطة ببركة ربنا كده. وطول ما انت واقفة تذكر الله في الحاجة اللي هتعملها لأولادك، وتصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الحاجة هتطلع بصي بركة ربنا فيها، وما أدرك بركة ربنا عين. فخليكم معايا بالله عليكم، لايك يا احلى اخوات في الدنيا فضلا وليس امرا. بصوا يا جماعه منظر، بصوا حكايه شويه الرز اللي على جنب دول، ده الرز اللي لما يفيض من المحشي يا جماعه. يعني فضوا حبه، قلت هعمل هزلوط مواعين تاني وكده يعني. فحطيتهم على جنب للاستاذه مكه، لانها كده كده بتفضي المحشي كده، اما تمسك الورقه كده تفضيها وتاكلوا الرز مكه. فبعد ما استوى المحشي استوى هم، لو تلاحظوا كده يعني تحطيهم على جنب كده في الحله، ما تفرشيش بيهم الحله، بيبقوا زي ما هم والله، ولا بيتبحتر ولا بيروحوا كده ولا كده. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، اما اقول لكم بابسط حاجه عندي. ما عندكيش توابل، ما حط ملح وشطه. ما عندكيش ملح وشطه، لا حط ملح وشطه، اكيد ده في اي بيت الملح والشطه. ما عندكيش شوربه مكعب مرقه، دي كانت يا جماعة حتتين من البطة فاضلين كده، كان عندي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا كنت مربية شوية حاجات كده فوق السطح طيور، فبعد عنكم جت الشوطة يعني ما خلتش.
فدي كانت بطة كبيرة ذبحتها وكان فاضل فيها منها حتتين، عملتهم ورا المحشي. حوش بنت عمتك يا أحمد. ف يعني بأقل إمكانيات، مش لازم يعني الأكل يبقى فخم، مش لازم تطلعيه زي ما انت جايباها على النت بالظبط. طب افرض ما عندكيش الحاجة اللي على النت، لا، أي حاجة في بيتك اعملي بيها وببركة ربنا هيبقى، وقلبك النظيف هيبقى الأكل زي الفل. دي عادي يا جماعة، بعد ما تصلوا معايا على الرسول همنا وهمكم ايه يزول ان شاء الله. دي كانت رجل رودينا، ما هو رودينا معودة، مرة راسها مرة رجلها مرة ظهرها. الحمد لله، ربنا يا رب ما يسوناش ولا يسوكم. عملتي ايه انتي؟ انت عملتي ايه بنت عمتك؟ ماشي، مكة دي يا جماعة. ودي كانت الأولانية اللي كانت بعد رجل، دي فرحة، دي الأستاذة فرحة اللي قلت لكم عليها كده، بنت 28 سنة. هي مش عندها 28 سنة، هي أمها صبرت قعدت 28 سنة ما تخلفش، يعني دي جت بعد 28 سنة. ودي الأستاذة مين؟ السونة، كانت بتتفرج على أنا بكبك ديك دي ولا اسمها هي اللي على ونيسة. ماشي يا جماعة. ايه ده؟ هو الفيديو اتخلط في بعضه ليه؟ يلا الحمد لله.